الراجل ملوش علاقة بجيب مراته، ملوش علاقة بجيب مراته، لا بيسأل ولا بيتطقص ولا بيعد ولا رايح عشان كده ولا اي حاجه، ولا له علاقه بالموضوع ده خالص. على فكره تقولي ايه يعني ما يبصش خالص على الفلوس؟ لا، ممكن يبص على الفلوس من باب ان هو عايز يتجوز واحده من نفس المستوى المادي عشان يبقى طريقتنا في الاكل والشرب والخروج واللبس والحاجات دي واحده، تمام؟ وهو هيعمل كده كومبو في الحته دي كده بين المستوى المادي والاجتماعي عشان خاطر بس يبقى في نوع من انواع التوافق، ان بقى عندها ايه وجوه ايه وبتشيل ايه وبتعمل ايه وبتحاول. انت مالك؟ انت مالك؟ انت مش بتاعتك. اولا المراه لا تلزمها النفقه اطلاقا في البيت، ربع جنيه ما يلزمهاش، ما يلزمهاش. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، هو انت قائم عليها بالرعايه والحمايه والكفايه والنفقه. الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مش من اموال التانيين. فانت مالكش دعوه في الحته دي. ودي حقيقه بتدل على دناءة الرجل. وخليني اقول لك كم موضوع كده. ان تقدم الخاطب بهذا الشرط، شرط ان هي تدفع في البيت، وان هي انت لو متآمر وعايز تهدمها وتدمرها جوزها له. الشرط ده كافي، يعني لو هو جاي في رؤية شرعية وانا عرفت ان هو ده كافي ان انا امشيه من غير ما اناقشه. اقول لك مش شرط، انا اسف ان انا بقول كده بس انا في الحتة دي حازم شوية. الموضوع ده كافي ان انا اقرر ان انا ما افكرش فيه اصلا. بالمناسبه تيجي تقول ايه، ايوه بس الاوضاع دلوقتي صعبه ويعني حلو ان البنت والولد يشتغلوا عشان يساعدوا بعض. ان يساعدوا بعض ده موضوع، وانه يكون بيدور على واحده تصرف معاه ده موضوع تاني. يعني في واحد تزوج من امرأة وهو قايم بالبيت على قد قدراته، لما هي اصلا المفترض ان هي ما تطلبش اكتر من قدراته اصلا. دي بنت الناس، بنت الاصول، بنت الناس، بنت الاصول المتربيه الجدعه المحترمه الدينه اللي فاهمه العقله، اللي هي ما تطلبش اكتر من قدراته. واضح؟ انما بنت الناس بنت الاصول دي لما لقت ان هو مش قادر على اللي هم عاملينه من جدعنتها وكرمها، قررت ان هي تنزل تشتغل عشان خاطر تساعد. دي جدعنه وكرم وجزاه الله خيرا. والراجل السوي هيبقى متقدر ومتضايق ورافض، ولو اضطرار شديد جدا ان ده يحصل واضطر ان هو يوافق، هيفضل متقدر ونفسه يوصل لمرحله ان هو زي ما بيقولوا كده يستتها وترجع تاني في البيت، وهذا الصح. اي وضع تاني هو وضع استثنائي ما ينفعش انت تخش عليه. لو داخل عليه لا. سفيان الثوري بيقول لك ايه، لو الشخص داخل وبيسأل عندها ايه وما عندهاش ايه بتاع، اعلم، مش انا، سفيان الثوري بيقول لك ايه، اعلم انه لص. انما بقول تاني، لو من اكرامها ساعدت وقت الاضطرار مع رفض حمية الرجل لهذا الامر، الا ان ده من كرمها وجزاه الله خيرا.